شريف عبد المسيح، كان في واحد بعت له كومنت كده. هتقولوا مين شريف عبد المسيح لو انتم متعرفوش؟ ف لا، خشوا دور لان دي البوينت. كان في واحد بعت له انت مين؟ فهو رد عليه رد غريب، وفي نفس الوقت عجبني جدا لما فكرت فيه. عادة لما حد بيبعت يعني على السوشيال ميديا انت مين او انت مين، طبعا احنا بنخش وبنرد انا بشتغل كذا كذا كذا، ويعني كنوع من انواع الدعاية. وفي نفس الوقت يعني خلاص هو كده ما تعبش نفسه ان هو يخش ويدور. اوكي، ومن الكلام بيبقى باين يعني احنا بنشتغل ايه. شريف ردوا عليه وقال له انت مش عايز تتعب نفسك وتخش وتشوف في البايو انا بشتغل ايه؟ مش عايز تتعب نفسك وتشوف يعني البروفايل بتاعي؟ الناس هتقول ايه ده مثلا، يعني الناس ما تعرفش الشريف عبد المسيح او متابعاه، ايه ده هو بيرد كده ليه؟ وحقيقي انا في الاول على فكره كان اول فيديو انا شفته له اللي هو ايه ده في ايه، نعم ترد كده ليه؟ بس عشان انا متعوده ان انا بساعد الناس، فطبيعي ان انا هقول لهم وده شغلي فبنسترزق. فالموضوع مش كده. بس لما فكرت قلت طب عنده حق. يعني هو ليه الواحد ما بيخشش يتعب نفسه ويقرا في البايو مكتوب ايه عن الشخص ده، عشان يمكن اعرف شهاداته ايه، اعرف هو خبرته ايه، استفاد منه ازاي. فده كان صح جدا. حاجة تانية ابتديت احسها من الناس اللي هي بتكتب يعني انت مين، انت بتشتغلي ايه، لا هي بتتقال كده، ايوه انت مين يعني، انت طالعه بتقول لنا ايه؟ فالناس بقت في منها اجريسيف قوي او طريقتهم مش حلوه، في منهم بيسالوا من باب انهم يعني مش عارفين هيدوروا فين، وفي منهم لا بيخشوا بيدوروا وبيتفرجوا على الفيديوز وبيقتنعوا او ما بيقتنعوش. ف ثانك يو شريف ان انت اتكلمت في البوينت دي، وانت السهل الممتنع في حقيقي في ارائك. وتقريبا ده نهج انا يعني همشي في طريقه الفترة الجاية، ان هو لا يا جماعة اللي عايز يعرف انا مين يخش ويشوف، يتعب نفسه بس حاجة بسيطة ويشوف الدنيا ايه.